جوزيه مورينيو الراجل اللي كسب كل البطولات وهزم اكبر المدربين وقف قدام اعظم الفرق وقال انا السبيشال وان. بس السؤال اللي عمره ما اتسال صح ازاي نفس الراجل ده بدا يخسر، مش ماتش ومش بطوله، لا يخسر اوضه اللبس، يخسر لعيبه ويخسر ثقه وبعدين يخسر نفسه. ففي الفيديو ده احنا مش جايين نهاجم مورينيو ولا برضه جايين نمجده، احنا جايين نفكه، نفهم ازاي العقليه اللي عملت اسطوره تحولت مع الوقت لسجن، وازاي مدرب كان سابق عصره رفض يعترف ان العصر عدى. دي مش حكايه مدرب فشل، دي حكايه ان النجاح ساعات بيبقى اخطر من الفشل. خليك معايا لان اللي جاي مش عن الكوره بس، اللي جاي عن الانسان ورا جوزيه مورينيو. عشان تفهم مورينيو لازم تنسى البطولات وتبص على الخوف. ايوه الخوف. جوزيه مورينيو ما بناش مسيرته على الموهبه، بناها على حاجه اعمق، الاحساس ان العالم كله ضدك. مورينيو طلع من لا شيء، لا لاعب اسطوري، لا اسم تقيل، لا كاريزما جاهزه، طلع من الهامش، وعشان كده عقله اتشكل بطريقه واحده، لو ما حمدش نفسك هتتاكل. ومن هنا اتولدت اعظم فكره في مسيرته، احنا ضد العالم. مورينيو اول مدرب فهم ان اللاعب مش بس محتاج خطه، محتاج يحس انه محاصر، لان لما اللاعب يحس ان الكل ضده بيعمل حاجتين، يا اما يتكسر يا اما يتحول لمحارب. ومورينيو كان عبقري في اختيار النوع الثاني. في بورتو، في تشيلسي، في انتر كان دايما بيخلق عدو، حكم بقى، اعلام، اتحاد، اي حد، المهم ان اللعيبه يبصوا لبره وما يبصوش لبعض. ودي كانت قوته الحقيقيه، لان لما الهجوم بيجي من بره الفريق بيقفل على نفسه. مورينيو كان بيحمي لعيبته مش بالحنان، بالضرب، يطلع يشتم، يهاجم، يتخانق عشان الضغط ما يدخلش اوضه اللبس ابدا. وده جاب بطولات كتير، بس المشكله ان السلاح اللي ينفع في الحرب ما ينفعش تعيش بيه طول عمرك. عقليه الحصار بتكسبك معركه اكيد، انها بتخسرك سلام. مورينيو عاش طول الوقت في وضع الدفاع، حتى وهو كسبان، حتى وهو بطل، وما خدش باله ان العالم مش هيفضل واقف مكانه. لان اول ما اللاعب يبطل يحس بالخطر، العقليه دي هتتحول من حمايه لسجن، وهنا تبدا القصه تتقلب. لان اللي جاي مش عن الخصوم، اللي جاي عن مورينيو ولاعيبته ذات نفسهم. مورينيو عمره ما كان مدرب قاسي، مورينيو كان مدرب خايف، خايف يخسر، خايف يفقد السيطره، خايف ان الصوره اللي بناها عن نفسه تتكسر. الخوف ده وقت من الاوقات كان سر قوته، بس في لحظه معينه الخوف ده خرج من قلب مورينيو ودخل اوضه اللبس. مورينيو كان مؤمن بفكره واحده، ان الضغط بيصنع رجاله، وفعلا الضغط صنع رجاله. ماتيرازي، ديكو، لامبرد، دروجبا، لعيبه كانت بتحب التحدي وتعيش على الصدام وتستحمل صوت عالي، لوم وهجوم وتهديد، لانهم كانوا شايفين في مورينيو الدرع، شايفين مدرب بيحارب عنهم قبل ما يحارب بيهم. بس المشكله بقى ان مورينيو افتكر ان كل لعيبه العالم شبه بعض، وان نفس الاسلوب اللي فجر جيل كامل ينفع مع اي لاعب، وده ما كانش حقيقي. مع الوقت مورينيو مبقاش بيفرق بين لاعب محتاج ضغط ولا لاعب محتاج ثقه، والفرق بين الاثنين هو الفرق بين لاعب يكبر ولا لاعب يضيع. مش كل لاعب خرج من عند مورينيو كان ضعيف، كتير منهم كانوا موهوبين جدا، بس اتحطوا في بيئه ما بتسمحش مع الغلط. مورينيو كان مدرب بيؤمن ان انت لازم تكسبني ثقه قبل ما تاخد ثقتي، بس المشكله ان في لعيبه موهبتها بتطلع بالثقه مش بالخوف اطلاقا. خلينا نكون واضحين مع بعض، مورينيو ما دمرش صلاح فنيا بس ما امنش بيه. صلاح جه تشيلسي لاعب صغير موهوب محتاج وقت وصبر، مورينيو كان محتاج نتيجه فوريه، لاعب جاهز ومفيش مساحه للتجربه. صلاح لعب دقايق قليله بس اتشال قبل ما يتبني. مورينيو شاف فيه مخاطره مش مشروع نجم، والتاريخ بعد كده قال ان المشكله ما كانتش في صلاح اطلاقا. دي بروين طبعا لاعب ذكي جدا، بيفكر قبل ما يلعب ومحتاج حريه. مورينيو انظمه صارمه، اوامر واضحه، تنفيذ من غير نقاش. دي بروين نفسه قال بعد كده انه حس ان المدرب مش مؤمن بيه، ولما لاعب موهوب يحس ان المدرب مستنيه يغلط عشان يمشي، ده قتل نفسي قبل ما يكون فني اساسا. ديلي الي بقى كان لاعب حساس، ثقه، جرأه. مورينيو شاف فيه لاعب مش ملتزم كفايه ومش مركز ومش مقاتل، بدل ما يحتويه بدا يضغطه علنيا، تصريحات، تلميحات، نظرات، لحد ما ديلي الي فقد الثقه والجرأه والرغبه واختفى. لو هنتكلم بقى عن بول بوجبا، هنا الصدام كان علني، مدرب ولاعب اتنين عايزين القياده. مورينيو حس ان السيطره بتضيع، ولما مورينيو يحس بكده بيهاجم على طول، مش جوه اوضه اللبس، قدام الاعلام، قدام الجمهور. واللاعب ممكن يستحمل توبيخ جوه، لكن قدام العالم مستحيل. ومن اللحظه دي العلاقه انتهت. ايكر كاسياس لما مورينيو قال ان هو الخاين اللي بيسرب اسرار الفريق لبرشلونه، ودي اهم حاله تثبت ان الموضوع مش لاعب مدلل. كاسياس كان كابتن، اسطوره، قائد، لكن مورينيو شاف فيه صوت تاني جوه الفريق فقرر يقصيه. وهنا مورينيو خسر لاعب وخسر جمهور وخسر اوضه لبس كامله. الخلاصه يعني مورينيو ما كانش غلطان دايما، بس كان ثابت اكتر من اللازم. نفس الاسلوب اللي فجر ماتيرازي وديكو ودروجبا ولامبرد ما نفعش مع صلاح ودي بروين وديلي الي وبوجبا، لان الكره اتغيرت واللاعب اتغير، ومورينيو ما عرفش يغير نفسه في الوقت المناسب. مورينيو كان صانع اساطير وفي نفس الوقت كان سبب في ضياع لعيبه، والفرق بينهم مش الموهبه، الفرق ان مش كل لاعب يستحمل خوف المدرب. ولما المدرب ينقل خوفه للعيبه الفريق ما بيتبنيش، الفريق بيتاكل. وده اللي حصل، واللي جاي كان اخطر، لان مورينيو ما وقفش عند اللعيبه، بدا يحارب في العالم كله. مورينيو ما كانش بيطلع مؤتمرات صحفيه عشان يشرح ماتش، كان بيطلع عشان يسيطر على المشهد. ومن اول ظهوره مورينيو فهم ان الاعلام جزء من اللعبه، مش حاجه جانبيه خالص، وده سلاح. في بداياته استخدم السلاح ده بذكاء، لما الفريق يخسر هو اللي يطلع في الواجهه يتكلم عن التحكيم وعن ضغط الماتشات، عن اي حاجه تبعد السهام عن اللعيبه وخلاص. والطريقه دي اشتغلت على فكره، اللعيبه كانت حاسه ان مدربهم بيحميهم وان اي هجوم جاي من بره هيقف عنده هو. لكن مع الوقت الدور اتغير، مورينيو ما بقاش بس بيشيل الضغط، بقى بيستخدم الاعلان عشان يضغط هو كمان، يضغط على الاداره، يضغط على لعيبه مش عاجباه، ويضغط على جمهور مستني بطولات. في المان يونايتد الموضوع كان واضح جدا، مورينيو كان شايف ان النادي مش جايب الصفقات اللي محتاجها، وشايف ان في لعيبه مش منفذه المطلوب منها، فبدل ما كل ده يفضل جوه طلع قاله قدام الكل. مؤتمرات صحفيه اتحولت
كلام عن صفقات ما جاتش، لعيبه مش ملتزمه، تاريخ هو شايف انه اكبر من اللي حواليه. المشكله مش ان الكلام غلط، المشكله ان لما الكلام ده يطلع للاعلام بيوصل لاوضه اللبس بشكل مختلف. اللاعب بقى بدا يتكون عنده شك، هل المدرب راضي عني؟ هل انا ضمن الخطه ولا اول واحد هيتحط شماعه؟ ودي لحظه خطيره جدا، لان اي فريق اول ما الثقه بين المدرب واللاعب تتهز الاداء بينزل حتى لو الخطه مظبوطه. في تشيلسي في الولايه الثانيه نفس الغلطه اتكررت، بدل مشاكل تتحل داخليا بقت تتقال في مؤتمرات، لعيبه اتحطت تحت الضغط، الجمهور بدا يشك، وصوره المدرب اللي بيحمي فريقه اتبدلت بصوره مدرب بيكشف مشاكل فريقه قدام الناس. وفي نفس الوقت الاعلام نفسه اتغير، بقى اسرع، اقصى، اي جمله تتقص وتنزل شورتس في ثواني، فبقى صعب على مورينيو يسيطر على الروايه زي زمان، اي تصريح كان بيتحسب عليه مضاعف. السلاح اللي كان بيكسب بيه معارك بدا يقلب عليه، مورينيو دخل في وضع دفاع دائم حتى هو كسبان وحتى قبل الماتش، ومع الوقت اي مشكله صغيره كانت بتكبر وتتحول لازمه، مش لان مورينيو مدرب وحش، لكن لان طريقته مع الاعلام ما بقتش مناسبه للمرحله دي. وفي اللحظه بقى اللي المدرب بيخسر فيها ثقه بعض اللعيبه وصبر الاعلام، بيفضل قدامه اختيار واحد بس، اوضه اللبس، ولما دي كمان بدات تفلت الموضوع كله بقى بيقرب من النهايه. في الكوره عموما في حاجه اخطر من الخساره، اخطر من الخروج من بطوله، اخطر من موسم صفري، انك تدخل اوضه اللبس وتحس انك غريب. مورينيو طول عمره مؤمن ان اوضه اللبس هي المملكه بتاعته، المكان اللي صوته اعلى من اي حد، المكان اللي القرار فيه واحد والقائد واحد. بس اللي مورينيو ما خدش باله منه ان الزمن اتغير واللاعب اتغير واوضه اللبس بقت عالم لوحدها. في بداياته مورينيو كان بيعتمد على مجموعه صغيره من المحاربين، لعيبه شبهه في العقليه، بتحب الصدام وبتعيش على فكره احنا ضدهم. لما كان الفريق كله شايف العدو واحد، غرفه اللبس كانت متماسكه، لكن اول ما العدو بقى جوه كل حاجه اتشطت. في ريال مدريد الصداع كان واضح، فريق مليان نجوم، شخصيات كبيره، جماهير واعلام بيضغط. مورينيو اختار انه يقود بالقسوه، قرارات مفاجاه، اقصاء لعيبه قياديه ورسائل غير مباشره، والنتيجه غرفه اللبس اتقسمت، مش عشان مورينيو وحش، لكن عشان اسلوبه ما كانش مناسب للمكان ده. في تشيلسي بقى النسخه الثانيه كانت اصعب، لعيبه كسبت الدوري معاه، فجاه حسوا ان الثقه اتسحبت، النقد بقى علني والاحترام بقى مهزوز جدا، لان ببساطه لما اللاعب يحس انه ممكن يتحط مسرح في اي لحظه بيحمي نفسه مش الفريق، ودي اول علامه ان اوضه اللبس بتضيع. مانشستر يونايتد كان الانفجار الاكبر، فريق فيه نجوم، جمهور عطشان، اداره متردده. مورينيو كان حاول يسيطر بنفس ادوات زمان، صوت عالي، ضغط ولوم، لكن اللعيبه دي ما كانتش جايه تحارب، كانت جايه تلعب، ولما اللعيب يبقى خايف الاداء بيموت. بوجبا على فكره ما كانتش المشكله الوحيده، هو كان الشو، الدليل ان القياده اتشالت من مورينيو جوه الملعب. في اللحظه اللي اللاعب بدا يسمع فيها المدرب من غير ما يصدقه، القصه خلاص خلصت، التدريب يمشي، الخطه تتحط، بس الروح مش موجوده، ودي اخطر مرحله لاي مدرب، لانك بتبقى شغال لوحدك، بتتكلم ومفيش صدى. مورينيو ما خسرش غرفه اللبس مره واحده، خسرها حته حته، مع كل تصريح، مع كل قرار قاسي، مع كل لاعب حاسس انه مستهدف، لحد ما في يوم دخل اوضه اللبس وما لقاش نفسه. وهنا مفيش بطوله سابقه بتنفع، مفيش تاريخ يشفع، مفيش اسم اكبر من الفريق، لان اوضه اللبس لما بتضيع بتاخد المدرب معاها، واللي جاي اصعب، لان السقوط بعد القمه دايما بيبقى اقصى من الصعود، وده اللي حصل مع جوزيه مورينيو. اصعب حاجه ممكن تحصل لاي اسطوره انها تفضل تقارن نفسها بنفسها. جوزيه مورينيو وصل للقمه بدري قوي، وهو لسه في الاربعينات، كان كسب كل حاجه ممكنه، تشامبيونز ليج، دوريات، بطولات قاريه، فرق اتحولت لامبراطوريات على ايده. المشكله ان القمه لما تطول فيها بتبقى سجن. مورينيو ما كانش بيواجه خصوم جداد بس، كان بيواجه صوره قديمه لنفسه. كل مؤتمر صحفي، كل تحليل، كل خساره كانت بتتحط جنب جمله واحده، فين مورينيو بتاع زمان؟ وبدل ما يهرب من المقارنه مسك فيها، بقى دايما بيستدعي تاريخه، انا كسبت كذا، انا عملت كذا، انا افضل مدرب في تاريخ النادي. الجمل دي كانت زمان بتخوف الخصم، بعدين بقت بتضغط على الفريق بتاعه دلوقتي، لان بكل بساطه لما اللاعب يسمع ان مدربه عايش في الماضي بيحس انه مش شايفه. مورينيو بقى عنده مشكله حقيقيه مع الزمن، الكره اتغيرت، الايقاع زاد، المساحه قلت، اللاعب بقى عنده عنصر ابداع مش تنفيذ بس، وهو برضه فضل مؤمن ان السيطره امان وان الامان بطولات، فبقى بيلعب عشان ما يخسرش اكتر ما بيلعب عشان يكسب، ودي اكبر مفارقه في مسيرته، لان المدرب اللي كان بيكسب بالمخاطره المحسوبه بقى بيخاف منها. في مانشستر يونايتد المركز الثاني بقى انجاز، مش لانه سيء، لان ده كان اقصى الطموح. في توتنهام الفريق ما كانش سيء، لكن الروح كانت حذره، كل قرار محسوب على اساس ما نتهزمش بس الجماهير ما بتحبش كده، والجمهور ما بيحبش مدرب بيحاول ينجو اكتر ما بيحاول يفوز. مورينيو تحول من مدرب بيخلق مستقبل لمدرب بيدافع عن ماضيه، ودي اخطر مرحله لاي ناجح، لما الانجاز بيتحول لهويه والهويه تتحول لقيد. مورينيو ما فقدش ذكائه، ما فقدش خبرته، اللي فقده هو المرونه، وبدون مرونه اي عقل عبقري بيتحول لشيء قابل للكسر. السقوط هنا ما كانش فجاه، كان بطيء، هادي ومؤلم، خساره هنا، ازمه هناك، رحيل بصمت، لحد ما اسمه مورينيو بقى مرتبط بسؤال اكتر من اجابه، مش هيكسب ازاي، لكن هو لسه ينفع يدرب، وده سؤال اقصى على الاسطوره من اي خساره، لان لما التاريخ يبقى اتقل منك مش بتعرف تجري. مورينيو فضل واقف قدام مرايته وقت طويل. لما مورينيو راح فنربخشة ناس كتير قالت دي فرصه مثاليه، دوري اهدى، ضغط اقل من اي دوري هو اتدرب فيه قبل كده، جمهور بيعشق المدرب القوي، ونادي مستني حد يصدره للمشهد الاوروبي. على الورق كل حاجه كانت مظبوطه، مورينيو جه ومعاه اسمه، تاريخه والقرى بتاعته. المؤتمر الاول كان مليان ثقه، كلام عن المنافسه، عن العقليه، عن اعاده بناء فريق يعرف يكسب، بس المشكله ان الكره ما بقتش بتتغلب بالاسماء. الموسم بدا والفريق كان منظم، دفاعه متماسك، بيخسر قليل بس ما كانش بيكسب كفايه، ودي كانت
نفس القصه اللي شفناها قبل كده، فريق بيلعب عشان ما يقعش اكتر ما بيلعب عشان يسبق. في دوري زي الدوري التركي اللي محتاج شراسه وريسك ضغط هجومي، فنربخش كان دايما واقف على الفرامل. مورينيو لسه بيفكر بعقليه ان الخطا بيساوي كارثه وان الامان اهم من الجرأه. لكن الفرق التانيه كانت بتجري بتغامر بتكسب، ومع الوقت الاسئله رجعت تاني: ليه الفريق متحفظ؟ ليه النجوم مش متحرره؟ ليه الاحساس دايما اننا خايفين نغلط؟ الجمهور اللي كان متحمس بدا يصبر، وبعدها بدا يشك مش في نوايا مورينيو لكن في قدرته اصلا. مورينيو كان واضح انه متألم، مش عشان بيخسر لكن عشان اللي كان زمان سلاحه بقى عبء عليه، اسمه بقى تقيل على الفريق، كل تعادل ازمه وكل خساره سؤال وجودي. مورينيو لسه بيقاتل بنفس الادوات بنفس العقليه ونفس الفلسفه، بس مع الاسف العالم حواليه سبق خطوتين ثلاثه. فنربخش ما كانتش تجربه فاشله، كانت مرايه بتقول ان المدرب اللي كان سابق عصره بقى محتاج يلحق عصره، لان في الكوره مفيش احترام للماضي من غير حاضر. مورينيو ما بقاش مدرب سيء اكيد، بس بقى مدرب لازم يختار، يا اما يتصالح مع الزمن يا اما يفضل اسير لاجمل نسخه من نفسه. ويمكن اكتر حاجه قاسيه في القصه دي كلها اننا لسه بنحب مورينيو، بنحبه لانه حقيقي، لانه مش نسخه من غيره، لانه قال اللي غيره خاف يقوله اصلا. بس الحب لوحده ما بيكسبش دوري، والتاريخ مهما كان رحيم في الاخر بيقفل الصفحه. السؤال مش هل مورينيو انتهى، السؤال الحقيقي هل مورينيو مستعد يبدا من جديد ولا لسه عايش على امجاده. هو اول واحد فهم ان كره القدم دي مش 90 دقيقه بس، دي قصه كامله، نفسيه وضغط ورسائل. مهما اختلفنا مع اسلوبه ما نقدرش نمسح اللي عمله اطلاقا. تشامبيونز ليج مع بورتو ده حاجه هتفضل تتدرس، ثلاثيه انتر واحده من اعظم انجازات القرن، فرق كامره عمرها ما كانت تحلم وكسبت معاه. مورينيو خلق لعيبه، صنع شخصيات، وعلم جيل كامل يعني ايه عقليه المكسب. غلط، بقى عنيد، اتاخر عن الزمن شويه، بس ده ما يمسحش انه كان سابق عصره بسنين. وفي عالم بينسى بسرعه مورينيو لسه حاضر لانه له بصمه. السبيشال 1 ما كانش لقب غرور، كان توصيف. يمكن ما كسبش دوري تاني، يمكن ما رجعش للقمه، بس مستحيل يبقى مجرد ذكرى، لانه ببساطه مش كل مدرب يقدر يكون جوزيه مورينيو. وفي الاخر لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب الحاجات الحلوه دي، ويلا سلام.